يسعد لي أوقاتكم جميعا يا مسلمين، المسلمين بس طبعا، المتابعين حقي كلهم إن شاء الله مسلمين. قد يسألني البعض يقول ما هو انتمائك؟ قلنا له يا أخي أنا راية بيضاء الحمد لله، وأكبر دليل نحن الحمد لله نطلع بقناة اليمن مطلع، وقناة اليمن منزل، وقناة اليمن بالجنوب، وقناة اليمن بالشمال، قناة اليمن بالساحل الغربي. راية بيضاء صافية وسطها محليون. الراية البيضاء لما تكون راية بيضاء تجعلك تتكلم بنية صافية وبيضاء ونفوس بيضاء. الراية البيضاء وسطها محليون، تحاول تقارب بين الناس، تحاول يعني تتوسط عشان يفتحوا الطريق هذا، وعشان أسرى تبادل أسرى، أو عشان صلح اجتماعي. الراية البيضاء الأصح إن إحنا أكثر الشعب اليمني نقع راية بيضاء. كيف معنى نقع كلنا؟ الراية البيضاء مفهومها إنك تكون محضر خير، يعني تكون عايش وسيط سلام، تصلح بين جارك وجارك الثاني إذا اختلفوا، تصلح بين صاحبك وصاحبكم الثاني، يعني تحصل حاجة يعني مثلا في المجتمع شفتها بقي مثلا مشروع نقص كذا، يكون لك بادرة خير إنك تجمع الناس لإكمال هذا المشروع. المهم الراية البيضاء شيء، الراية البيضاء سلم سلام. المواطن اليمني تخلوا جانبيا من الصراعات حقكم، لا تأخذوا تسجنوا لكم مواطن بريء، لا تتبلطجوا على إنسان بريء، لا تقطعوا الطريق على المواطنين وعلى الحيوانات. المهم خلوا الطريق مفتوح. أنا بدي قلوبكم. فهمتم وصليتم على النبي؟ واللي يحاول مثلا انه يدخلك يقول لك انت معاه في الجماعه الفلانيه، يا اخي احنا كلنا مسلمين. اذا تآخينا وتحاببنا ونبذنا العصبيه ونبذنا الحزبيه ونبذنا التعصب لشخص والتعصب للجماعات، يا اخي دمرنا وطننا، خربنا البلاد. ايش فيكم؟ صلوا على رسول الله. وضع اليمن بحاله يغتالها. متناحرين الاخ واخيه، اتقوا الله. شيبنا هرمنا. الوضع يحتاج له ان احنا نتصافي نتآخي. انا ما نشن كلامي هذا مثلا انك تدور دولة ولا كذا، طبيعي من حق الجنوبي انهم يستفتوا ينفصلوا، ما فيها شيء. قد نكون دولتين متحابتان متآخيتان خير من دولة متناحرة كل جماعات تنخش على الجماعة الثانية، وكل جماعات تستس على الجماعة الثانية عند دول الخليج. شافونا دول الخليج لعبة، كل جماعات تكلم على الجماعة الثانية، شافونا ما سدينا بيننا البين، قالوا كيف نصلح بوذ الناس كيف، ونرجع نسب دول الخليج. هم يدوروا يعملوا لنا خير وإحنا نتكلم. عانوا الفساد إحنا الشعب اليمني اللي ما قدرنا نتآخي ونصلح فيما بيننا البين. كل